بالنسبة للواجهات فالمعماري أحمد اللاهوري استخدم النسبة الذهبية 1 to 1.6 في تصميمه. النسبة دي بتتكرر في أجمل الإبداعات الطبيعية والفنية في العالم. بنشوفها في الحلزون البحري وأوراق النباتات وحتى في جسم الإنسان. في تاج محل استخدمها أحمد اللاهوري بدقة مذهلة. النسبة دي هي اللي بتخلي المشاهد يشعر بانسجام غريب بين الارتفاع والعرض بدون ما يدرك السبب. واستخدمت في العديد من المباني قديما، حتى الفنانين كانوا بيستخدموها في لوحاتهم لتحقيق الجمال والتوازن البصري. إذا موضوع النسبة الذهبية ده شدك اكتب لي في التعليقات وممكن نعمل حلقة خاصة بيها. القبة الرئيسية مكونة من قبتين، واحدة خارجية ضخمة بتعطي الضريح مظهره المهيب وبتحافظ على النسبة الذهبية علشان جمال المبنى من الخارج، وقبة صغيرة داخلها ودي اللي انت بتشوفها من الداخل. واستفاد أحمد اللاهوري من فرق الارتفاعات دي في إنه يعمل نظام صوتي عجيب، بحيث إن اللي واقف عند الضريح يسمع صدى كأنه جاي من عالم آخر، ويفضل الصدى يتردد لمدة 30 ثانية. أما المآذن الأربعة اللي حوالين القبة فمش عمودية تماما، دي مايلة للخارج بحوالي 2.5 درجة، علشان لو حصل زلزال، وده كان شيء معتاد وقتها في المنطقة دي، تقع بعيد عن الضريح مش عليه فتهده. بصراحة عبقرية هندسية في استباق الأحداث.